السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد المقيله الكفته السردين بالدنجال، كتجي رائعه. كنتمنى تعجبكم الطريقه. بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. كما كتشوفوا خديت جوج ديال الدنجالات وغسلتهم مزيان وكنديرهم شرائح بحال هادشي كما وريتكم. السمك ديالو يكون رقيق بزاف مزيان. انا كنزرب، سمحوا لي. وغادي نكمل التقطع ديالهم كما شفتوا وريتكم الطريقه هي هذه. حاولوا ترققوهم مزيان. غادي نوضعهم في واحد اللاطه اللي مدهونه بزويته اولا ديروا ليها بابي كويسون اللي بغيتو. وكنكمل بعد ما ساليت سرحت هذوك الشرائح. خديت هنايا زيت البلديه او زيت الزيتون ودرت فيها الملحه مزيان وخلطتهم. عاد غادي كما شفتوا غادي ندهن كل شريحه بداك الزيت من الفوق ومن التحت. كنزرب باش ما يكحلش ليا. انا ما بغيتش ندير ليه لا حامض لا والو، بغيت نحافظ على واحد اللوغو اللي ما يكونش محمض. وانتم غتشوفوا. كنتمنى تجربوه وتعجبكم الطريقه. غير جربوه زعما راه غادي تعجبكم انا متاكده. ما فيهش هاد الطبق ما فيهش ريحه السردين نهائيا. طريقه سهله. غادي ندخلو واحد الفران عندي سخون، ندخلو للفران وغادي نمشي نوجد لاصوص ديال هاد المقيله. يمكن لكم ديروا في الطاجين راه كيجي رائع. هنايا خديت 3 الحبات المطيشه رديتهم كيطيبوا بدون ماء. درت ليهم 4 الفصوص الثومه ومليحه وخليتهم ملحه قريصه الملحه وخليتهم تطابوا ودوزتهم في الطاحونه هذه اللي شفتوا. وهنا فرغتهم في المقيله اللي غنطيب فيها. يمكن لكم قلت لكم طيبوا في الدنجال. درت تتمه ديال القياس ديال الملحه. ما غندير لا ما لا والو. راس معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال الكركم، وغادي ندير هنايا كذلك راس معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. وهنايا راس معلقه شويه زايده ديال الكمون. هنايا درت واحد المعلقه عامره ديال القزبر ومعدنوس. درت معلقه زيت الزيتون وغادي نكمل بالزيت النباتيه العاديه. غادي نوضعها فوق البوطه ونخليها كتشحر على عافيه مهيله. ونمشي للسردين. هنا السردين عندي بعد ما نقيتو وغسلتو وطحنتو درتو غير في ديك الهشوار. طحنتو هذا هي سميتو هذا هو الطحين ديالها. درت واحد المعلقه ديال القزبر ومعدنوس ومعلقه صغيره ديال الزعتر وشويه ديال الكمون ومعلقه صغيره مع عمرش ديال بابريكا وكذلك معلقه ديال زيت زيتون. وعصرت عليها نصف حامضه كما شفتوا في الفيديو. وغادي راني نسيت الملحه. غادي ندير شويه القياس ديال الملحه حسب الذوق. وغادي نخلط هاد راه ما درت لا ثومه لا والو. ما ديروا لا ثومه في هاد الكفته لا والو. ثومه شديناها وطيبناها مع المطيشه وما كاينه لا ريحه ثومه ريحه الحوت. صدقوني وتبعوا هاد الطريقه وراه غتعجبكم اكيد. هنايا بعد ما خليت ما نزيدوا هاد الحوت غيطيب بدون ماء غير ديك لاصوص فقط. كنخليها كتشحر مزيان ومن بعد نحطها تبرد. بما وجدت نكور هاد السردين هذا نديروه هكا على شكل طولي حتى كنكملو. عاد نحط غير حدايا. ماشي ميمكنش نبقى نستف فوق البوطه وهي شاعله باش نصور لكم. اذا يجيني التصوير تجي داك البخار ما غاديش يغطي على الكاميرا ما غاديش يبان. هنايا نتوما كما كتشوفوا راه بارده. وبديت شديت كل شريحه اللي بعد ما داك الدنجال يعني سخف يعني ماشي طيبته شي طياب ولكن ولا يمكن لي ندورو كما بغيت. كل شريحه كنقسمها على جوج وكنلوي فيها كل وحده كنلوي كما كتشوفوا. طريقه سهله. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه. راه سهله. كنقطع ديك الشريحه اللي درت في اللاطه دخلتها الفران على جوج حتى كنحصل على جوج ديال الاشرطه. كل شريط كندير فيه واحد الكويره ديال السردين اللي كورت كما شفتوا. واللي تحلات ليا كنحاول نوضع على الجهه
باش يجيني مسدود. هانتوما كتشوفوا كيما وضعت اللي تحلات كندورها وغادي تسد وغادي طيب وغتشد في راسها. طريقه سهله، كنتمنى تعجبكم. وما كتكون لا رائحه ديال السردين لا والو، لا رائحه ديال الثوم. قلت لكم 4 الفصوص ديال الثومه درتهم مع 3 الحبات ديال المطيشه بدون ماء، رديتهم يطيبوا مع قريصه الملحه وخليتهم تا طابوا مزيان وطحنتهم في الهاشوار كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. يمكن لكم قلت لكم انا درتها في هاد المقيله، يمكن لكم طيبوا في الطاجين. الطاجين راه كيجي رائع، كتحصلوا على واحد الطاجين غزال كيجي. انا زربت هنايا، راه شفتوا حتى التقطع ديال الدنجال كي درت ليه. يعني حاولوا تقطعوا شرائح رقيقه باش تجي سهله باش تلويو فيها الكفته السرديل. وهانتوما كتشوفوا بعد ما كملت شعلت عليه البوطه باش يطيب، وراه ما ضفت حتى شي قطره د الماء، غير ديك لاصوص ورديتو. هانتوما طلق داك الدنجال ديك الكفيته طلقات الماء ديالها وخليتها تتلبات. هانتوما كتشوفوا حتى كيشرب داكشي كامل وكتعلك ديك المريقه. هانتوما كتشوفوا كيجي رائع. كنتمنى تعجبكم الطريقه. وديك الكفته اللي طيبناها بلا كثره العطريه ولا تومه راه كتجي رائعه، غير بداك الزعتر، ديك المعلقه د الزعتر كتجي مخيره. كنتمنى تجربوه. ما تنساوش اللايك الا عجبكم الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.